الكروي في العالم. ابن حسن المتهور أبو حسن المندفع هو الطفل الذي جاء من حلوان حاملا طموحات لاعب عظيم ليحط الرحال في النادي الكبير الأهلي المصري، ليبدأ التوأم الرهيب في إحداث حالة كروية نادرة في الوسط الكروي المصري مع النادي الأهلي. يبدأ إبراهيم مبكرا عن حسام بمباراة واحدة أو ساعة واحدة ليصبح هو كابتن النادي الأهلي في وجود حسام الجبار. رحلة حمراء طاغية بدأت من 85 وانتهت في عام 2000، 25 عاما من العطاء والإخلاص بل والوفاء النادر الحدوث من إبراهيم وأكيد حسام. ارتوى النجيل الأخضر بعرق التوأم وعشقت الجماهير الحمراء أسطورة الكرة المصرية إبراهيم وحسام، وما زال هذا الحب مستمرا وسيستمر للأبد، لأن العطاء الغزير لا يمكن الجحود به مهما كان. حتى إبراهيم المندفع المتهور أبيض القلب وأحمر العقل، فإبراهيم عاشق للزمالك بكل كيانه ويعتصر بداخله دم أحمر يضخ فيه الحياة، ولم لا؟ فالأهلي والزمالك هما التوأم الشرعي للكرة المصرية التي أنجبت توأم لا مثيل له هو الأهلي والزمالك، مثلما فعلت السيدة العظيمة التي ننحني لها احتراما وتقديرا وعرفانا بفضلها ودعواتها لتوأمها العظيم أم حسام وإبراهيم، التي ما زلت أرشحها للقب الأم المثالية في مصر بل وفي الدول العربية، لأنها أنجبت خير خلف لخير سلف. حقق كل البطولات مع النادي الأهلي، الدوري المصري 7 مرات على التوالي، الدوري المصري في رقم أسطوري، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، البطولة العربية للأندية، بطولة أبطال الدوري العربي وأبطال الكأس العربي وكأس النخبة العربية والبطولة الأفرو أسيوية وكأس مصر. بطولات لا تعد ولا تحصى. ولم يتأخر إبراهيم مع حسام عندما احترف في نيوشاتل السويسري وباوك اليوناني، فعاد إلى الأهلي عندما طلب العظيم صالح سليم عودتهم، لأن الأهلي يحتاج حسام وإبراهيم، فلم يتأخر عن تلبية نداء ناديهم الأهلي، تاركين وراءهم كل المغريات المادية والكروية، لأن ناديهم أغلى عندهم من أنفسهم ومن المتاع الكروي والمادي في الدنيا. مع أن الراتب السنوي لإبراهيم مع النادي الأهلي لم يزد عن بضع آلاف من الجنيهات، ولكنه الحب والعشق والوفاء والإخلاص. وعندما تنتهي الرحلة يبدأ الإنسان في حياة أخرى إذا كان هو الذي أنهى الرحلة، ولكن عندما يجبر على ذلك فلا بد أن ينتفض لنفسه ويبدأ رحلة إثبات الذات والمجد والوجود. إبراهيم وتوأمه حسام يبدأون مع الزمالك المصري الكبير بعد الأهلي ليحصد الزملكاوية كل الألقاب في مصر، ويحصل على كأس إفريقيا ورابطة الأبطال الإفريقي والسوبر الإفريقي والسوبر المصري، بالإضافة للدوري والكأس والبطولة العربية، بل وأفضل نادي في العالم في فبراير عام 2002 حسام وإبراهيم حسن بالفانيلا البيضاء الناصعة. كنت أفضل إن إحنا بعد ما مشينا من النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي كان المفروض إن هو يشيلنا على الأعناق زي ما اتعودنا، لأن لسبب واحد إحنا ما مشيناش من النادي الأهلي بمزاجنا أو مشينا عشان فلوس أو أي حاجة تتخيل حضرتك. أنا كنا يعني اتحايلنا عليهم إحنا لما العقد خلص، احنا كنا ساعتها عقدنا 2000 جنيه لو تفتكر. صحيح. والاداره موجوده والمجلس الاداره موجود والكابتن عماد اليماني يعني ربنا يديله الصحه هو المسؤول عن كل حاجه، والتاريخ والاسرار كلها موجوده. ان عمرنا ما طلبنا فلوس من النادي الاهلي تحت الترابيزه ولا فوق الترابيزه. بالعكس، يمكن انا جيت قبل كده في اخر سنه 2000 لما كنت هداف الدوري. الموسم الاستاذ محمد سيف كان بيقول ان كنا هنمشي من الموسم ده، لا الموسم اللي بعديه انا هداف الدوري في اخر سنه وكابتن منتخب مصر من كاس قبليها بسنه وشويه 98. وفوجئت وجاي لي عرض من تركيا، قلت لا انا مش هوافق على العرض التركيه، كان $500,000 وانا باخد من النادي الاهلي 40,000 جنيه 40,000 جنيه و650 جنيه في الشهر. رفضت ال $500,000 وتمسكت بوجودي في النادي الاهلي. اول ماتش بعد انتقالنا لنادي الزمالك جبت جونين في اول مباراه ليا، هدفين 3-1 بتاع 3-1. عيد الماتش
ما تجرأتش ان انا اهين الجمهور اللي انا قعدت معاه 22 سنه، ولا رحت مسكت التيشيرت، ولا رحت للجهاز الفني للنادي الاهلي، ولا قلت ربنا، يعني ربنا ده موجود على طول طبعا، ولا قلت اي حاجه لحد الان. انا هداف النادي الاهلي في تاريخ الدوري العام، الدوري العام بس. الرقم اللي جبته 111 ولا 109 ما فيش حد لعيب عداه، واتمنى ان حد يعديه. نعم. ومع ذلك انت هداف الدوري المصري، هداف النادي الاهلي في تاريخ او اللاعب الوحيد في تاريخ النادي الاهلي في الدوري المصري. نعم. دي ليها ايه؟ وانا بقولها، مش بقولها فخر طبعا، لكن انا بقولها ايه؟ هل دي ما تشفع لناش ان ما حدش يشتمني؟ هل انا اقول كمان لو النادي الاهلي ليه 20 او 10 او 15 من تاريخه من ساعه ما انشئ لحد النهارده في 10 كباتن او 15، انا وابراهيم من ضمن كباتن النادي الاهلي اللي شالوا شاره النادي الاهلي. هل ما تشفعناش ان احنا ما نتشتمش؟ قناه النادي الاهلي بتذيع الماتشات دلوقتي، بتاعت القديمه، وكل الماتشات احنا شريك فيها طبعا، والاهداف شريك فيها. فهل ما تشفعش ان احنا ما حدش يشتمنا يا جماعه؟ وفي نفس الوقت انا كنت بحلم ان انا لما مشيت من النادي الاهلي ولعبت في نادي الزمالك الاقي حاجه جديده تحصل زي اوروبا، ان انا منزل الملعب جمهور الاهلي هو اللي يناديني الاول، ان احنا ما قصرناش في طول السنين اللي لعبنا في النادي الاهلي، وما مشيناش وما خدناش عشان فلوس زي لعيبه ما بتعمل، وما خدناش فلوس من النادي الاهلي زي لعيبه قبل كده ما لعبتش ادتش حاجه ولا خدت الدقيقه، ومع ذلك استفادوا من النادي الاهلي كتير. فهل احنا يعني الحلم ده يعني ما ينفعش عمري ولا عمري لحد اخر يوم ليا في حياتي ان انا هسيء للنادي الاهلي باي كلمه ولا باي لفظ ولا باي حركه لحد اخر يوم في حياتي. هو ده